كان داخل من سنتين ونص لثلاثه، يعني من اول ما قالوا جرين تيربو مع المهندس رضا. بالنسبه لكماتريكس وعربيه قديمه من 10 ل 20% تقريبا كان فيها توفير. بقى له 5 سنين، اول مره اجي بعد 5 سنين. انا دخلت في 3 سنين، يعني الفرق انه ممكن من 25 30%. انا حاطط الوحده الاولانيه بقالي 3 سنين. لو سوقت نفس سواقتك القديمه بس مع الهيدروجين تاكد 100% ان اخش في مراحل توفير كبيره جدا، بتصل ممكن ل 30 و40%. مركب الجهاز من شهر اكتوبر اللي فات، يعني بقى لي 6 شهور. لا، لقيت توفير في البنزين. والله انا مركب الجهاز بقالي دخل في 3 سنين اهو، الحمد لله يعني ما شفتش اي مشاكل. وفرت في البنزين تمام، وفرت جامد جدا كمان. في 8 شهور 9 شهور فرق كبير. انا اولا البنزين موفر معايا حوالي من 30 ل 40%. بقالي حوالي 8 شهور كده، نقول مثلا موفرة 20 30% في الصف. بقالي دلوقتي 5 شهور، ممكن نقول توفير بتاع 35 40%. فرق ملاحظ جدا بالنسبه ان انا ما كنتش بركبه في الاول. الجهاز راكب بقاله 4 شهور، بيوفر لي حوالي 200 جنيه، من 150 ل 200 جنيه. ده رابع شهر، يعني ده كده غيار وكمان توفير في البنزين. وفرت البنزين من حوالي 25 ل 30%. من الشهر اللي فات ده سفريات غطيت توفير في الوقود بنسبه تقريبا 20 25% تقريبا. العميل الحمد لله معانا بقاله اكتر من سنتين. توفير البنزين انا المتوسط بتاعنا كنت بحط قبل الجهاز ب 800 في اليوم، انا دلوقتي ممكن احط ب 200 250 في اليوم.